السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ويتصدر جدول ترتيب الدوري العام. حلوة تصدر دي عجبتني. أنا مش هقول لك بقى اللي كان بيقول لك الشاشة وعايزين شاشة طويلة عشان يشوف الترتيب بتاعك ولا الكلام ده كله، عشان كل دي زوبعة في فنجان وكل واحد بيرجع مكانه الطبيعي. الأهلي في مكانه الطبيعي، الأهلي على القمة. لو بصيت لجدول الترتيب دلوقتي هتلاقي ان كل واحد في وضعه الطبيعي. يعني انت في الوضع الطبيعي بتاعك اللي انت بقالك 3 سنين عليه، المركز المفضل ليك الرابع وانا في القمه. فكل اللي كان بيتقال ده زوبعه في فنجان. ما علينا، احنا عايزين نتكلم بقى في الكوره ونتكلم على فريقنا. النهارده كان اول مباراه محليه للمدرب الجديد. الراجل كان نازل بعقليه هجوميه، كان بيضغط بالثلاث خطوط بتوعه، وواضح كده اللي هو عايز يعمل نسخه اوروبيه من النادي الاهلي. عايز يلعب بتمركز صحيح وعايز يلعب بتمريرات صحيحة وبناء الهجمة من الخلف، وكل ده كلام جميل قوي 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 قوي، مفيش منه يعني أي خلاف. تمام. بس النهارده كان في بطء في التحول الدفاعي بتاعك، يعني الأظهرة بتاعتك كان النهارده شوارع. شوارع ليه؟ لأن أنت بتضغط بالثلاث خطوط بتوعك. يعني النهارده الاتنين قلبي الدفاع كانوا على دايرة السنتر. تخيل خط الدفاع الأربعة بتوعك، انت النهارده لعبت شويه 4-3-3، كنت بتضغط بيهم من على دايره السنتر، فكان في شوارع في ظهر الاظهره بتاعتك. وجي من هدف من ناحيه كوكا بسبب حاجه زي كده. يعني جه هدف بسبب كوكا عشان مفيش شوارع في ظهر الاظهره بتاعتك. ماشي، الخطه الهجوميه تمام التمام، بس خلي بالك انت بتلعب في الفرق الصغيره اللي عندنا في الدوري. بيلعبوا اصلا وبيتمرنوا لما بيجوا يلعبوا قصاد الفرق الكبيره. هم ما بيلعبوش غير على الحته بتاعت التحول من الدفاع للهجوم اللي هي الهجمه المرتده، عشان يخطف منك كرة ياخد بيها الماتش. فانت اللعبه اللي انت بتلعبها دي خلي بالك انت بتلعب بالنار، عشان انت دلوقتي ما عندكش ظاهرين كويسين صراع يغطوا او يعملوا التغطيه العكسيه في حاله اللي انت لما تفقد الكوره. طيب انا دلوقتي عايز العب بالخطه دي، طب اعمل ايه؟ انت لازم تلعب باتنين ارتكاز. وعندك انت بتلعب بتبتدي ببن رمضان، بن رمضان هجومي اكتر من الدفاع، فانت لازم تلعب اتنين ارتكاز. الاتنين ارتكاز عندك مفيش غير مروان وديانج، لان هم دولت اللي متفوقين جدا في موضوع اللي هم يستخلصوا الكرة بسرعه لما تكون لو او لما تفقد الكرة. الاهلي طبعا محتاج باك شمال، ومحتاج حد مع ياسر ابراهيم. لازم حد مع ياسر ابراهيم يا جماعه، لان مفيش تفاهم خالص ما بين قلبي الدفاع. يعني عندك العش او مرعي، ما اعرفش، بتحس فيه لخبطه. الفتره اللي فاتت دي الاهلي دخل فيه جوان كتيره. انت النهارده احنا في الجوله ال 11 الاهلي داخل فيه 11 هدف. 11 هدف، ده معدل مش كويس. خط الدفاع عندنا لازم يتنظم، ولازم يستروب في الفتره اللي جايه دي يلعب على النقطه دي، لان احنا في الشوط الاول بنقع بدني، في الشوط الثاني بنقع بدني، وما بيبقاش فيه تركيز. فان شاء الله بامر الله انا مستبشر خير بالمدرب ده. عاجبني قوي حته اللمسه ولعبه والكلام ده كله، تدوير الملعب. النهارده في الهجوم كان بيلعب شويه يجيب بن شرقي ناحيه اليمين ويودي زيزو شمال، ويلعب بتريزيجيه تحت راس الحربه وعمال. طبعا الكلام ده بيربك الدفاع، لان هو بيبقى جاي بيقول لك انا النهارده همسك اللاعب الفلاني، فانت لما بتغير له الكلام ده انت بتربكه، بتعمل له ايرور. فان شاء الله بامر الله انا مستبشر خير في المدرب الجديد، وعايزين نصبر عليه، الراجل ده هيجي منه. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي. سلام.